السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير، صحة وسلامة يا ربي. اليوم إن شاء الله نوجدوا هاد الرغيفات هادو بنانين بنتهم يا سلام، كيجيو مورقين ورقة على اختها، ساهلين ماهلين بلا ما تريحي ولا تكوري، كلشي في دقة واحدة. كيوجدوا معنا بواحد السرعة، وما نساوش انهم كيجيو هشاشين ولذاذين وكيدوبوا في الفم كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ان شاء الله نبداو في المقادير. عندي هنايا نصف كيلو ديال الطحين اللي هي 500 غرام، 5 الكؤوس ديال العنبه. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، هذا باش كيعطينا اللون كيكون زوين وذهبي. غادي نزيد عليهم كاس الا ربع زبده اللي ذوبتها، زبده عاديه، انا خدمت بالزبده عاديه ديال التوراق، ذوبتها حتى تحيد من هذاك الحليب ديالها. واحد رشيشه د الملحه راه ما بانتش، وغادي نزيد واحد معلقه ديال النافع اللي ضروري ما تغربلوهم في هذاك الصفاير رقيق باش كيتحيدوا داك الحبوب الغلاضين شويه. غادي نزيدو تقريبا ربع ملعقه صغيره ديال القرفه، وغنزيدو واحد الساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام عفوا. وما تنساوليش رشيشه الملحه راها ما تصوراتش. صافي هنايا ضروري من هاد المرحله هادي كنبسبسو داك الدقيق والزبده مزيان، وكنضيفو الحليب. انا هنايا خدات مني كاس او تقريبا كاس ونص ديال الحليب، ولكن العجينه خصها تكون قاصحه شويه، والحليب يكون دافي طبعا باش ديك الزبده ما كتكورناش وكدير لنا واحد الحبيبات. ضروري الحليب يكون دافئ. هنا من بعد ما جمعت العجينه درتها فوق الرخامه وديتها وجبتها في يديا بلا ما دلكتها بلا والو. صافي هنايا خص العجينه تكون عندي قاصحه، غير ديتها وجبتها باش كتجمع ليا مزيان، ما كيبقاش يبان ليا داك الدقيق وداك التكتلات في العجينه. هنا كنديرها في واحد البلاستيك الغذائي وكنخليها تريح واحد 20 دقيقه اولا 10 دقائق، الا كان عندكم الوقت خليوها حتى 30 دقيقه ماشي مشكل. صافي هنايا من بعد ما ريحات غادي نقسمها على زوج وغادي نبدا نخدم بها ان شاء الله. هنايا للتوراق غادي نحتاج غير النشا، ما ديروش الدقيق حيت الدقيق كيعجل لكم العجينه. مي غتورقوها هذوك الوريقات ما غاديش يجيو مورقين كيف ما شفتوا معايا بدايه الفيديو، غادي يجيو مصمكين وحده على اختها. صافي هنايا غادي نورق مزيان بالدلاك. راها كتقلب بواحد السهوله، ما تحتاجوا ديروا لا دقيق لا نشا، كتقلب بواحد السهوله حيت العجينه عندنا قاصحه ما كتكونش مرخوفه، الا كانت مرخوفه العجينه كتعذبنا. صافي هنايا من بعد ما ورقتها مزيان حاولت انني نورقها مزيان، عطيتها الخاطر، قطعت هذوك الجوانب باش ما كتبقاش الشكل ديالها مخربق، وهذوك الجوانب جمعتهم وغنديرهم ان شاء الله في واحد البلاستيك الغذائي. غادي نزيدهم مع الكره الاولى. هنايا غادي نرش النشا كميه معقوله اللي هي واحد جوج معالق كبار مزيان عامرين بومبي، كترشوهم فوق العجينه ديالكم وكتبداو تروليو. هنايا كنحيدها غير من فوق الرخامه باش كنتاكد انها ما لاصقاش، وكندير وكنطويها وكنبقى نطويها على شكل، يعني الشكل الحجم اللي بغيت انا ديال الرغيفات، يا صغار يا كبار. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، ومن الاحسن ديروهم صغيورين باش كيجيو حليلوين. صافي هنايا طويت الطويه الاولى والثانيه والثالثه. صافي هنايا غادي نقطع، طويت 3 ديال الطويات وغادي نقطع ان شاء الله. وضروري ما نلصقوها بالماء باش ما تحلش لينا، غير بالماء، لا بياض البيض لا والو، غير بالماء كنلصقوها عفوا، وكنضغطوا عليها من الفوق باش كتفيكسا مزيان، كنضمنوا انها ما غتحليناش في الزيت. صافي هنايا زدت واحد شويه ديال النشا الفوق. صافي وغادي نقطعها نقادها مزيان باش يجيوني داك الوحدات ديال الرغيفات ديالي يجيو متيولين. صافي هنايا كيف ما العاده غادي نلصقها بالماء، غير بالماء، وغادي نقطع هاد الحربول على زوج باش ما يعذبنيش حيت مازال غادي نطلقو ان شاء الله
صافي هنايا غنرش غير واحد شويه ديال النشا وغادي نبدا نطلق في الحربول. الفيديو راه واضح، كيجيو مقرمشين وكيجيو هشاشين بزاف، وما نساوش المذاق ديالهم راه كيجي زوين. واللي ما بغاش يخدمهم بالنافع والقرفه يدير فيهم الفاني او زهره البرتقال، حتى هما كيجيو لذاذين بزاف، ولكن بهاد هكا كيجيو فيهم واحد المذاق مختلف. صافي هنايا طلقتها مزيان، ورقتها، غير ورقوها مزيان مزيان، راها كتبقى كتحل في الزيت وكتجي مورقه، ما كتجيش نهائيا معجنه. غير ضغطوا عليها مزيان وورقوها مزيان. هذاك النشا ما كيخليهاش نهائيا تعجن معنا. صافي هنايا ورقتها مزيان بالدلاك، وغادي نقطع دوك الجوانب كيف ما ديما باش الخدمه تكون مفينيه. صافي وغنقطع الحجم اللي بغيت انا، من الاحسن يكونوا صغيورين كيف ما قلت لكم كيجيو زوينين. صافي وغادي ناخذ القياس، غادي ناخذ القياس بهم كاملين، يعني باش يجيني نفس القياس. وبلا ما نذكركم في لايك الفيديو، وكنشكر بزاف الناس اللي انضموا ليا للقناه، كنقول لكم 100 الف مرحبا وشكرا بزاف بزاف لكم. كتخليو لي تعليقاتكم الزوينه، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف لكم والف مرحبا بكم. هنايا صافي من بعد ما ساليت جميع الوحدات ديال الرغيفات اللي عندي غندوزو نقليوهم. هنا عندي واحد المقله خاصه بالقلي، غارقه شويه، درت فيها الزيت، والزيت يكون تقريبا تكون عامره بالزيت، يعني يكون الزيت بالزايد باش ما كيتحرقوناش دوك الرغيفات، كيهبطوا لتحت كيتحرقوا، باش كيبقاو غير من الفوق وكيتنفخوا وكتجي الوريقه على اختها. هنايا من بعد ما غلات ليا الزيت مزيان، كنت يعني النار كانت مجهده حتى غلات داك الزيت مزيان مزيان، نقصت النار ودرت الرغيفات ديالي. حاولوا تنقصوا النار ما امكن، يعني فاش كتبغي تطفى النار، فاش كتبغي تطفى خليوها هكاك شاعله باش الرغيفات ديالكم ما كيتخطفوش، حيت رقيقين بزاف ودغيا كيطيبوا معاكم ما كيتعطلوش. صافي هنايا كنحطهم وكنبقى نقلب 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 حتى كيذهبوا ليا وكيعطيوني داك اللون الزوين ديالهم. وكنأكد على النار حتى تبغي تطفى، يعني نقصي ما امكن حتى كتبغي تطفى لك النار وخليها شاعله. واخا كياخذوا شويه د الوقت، ولكن النتيجه كتجي زوينه. صافي هنايا كنبقى نقلب، والعسل راني حطيته حدايا اللي كنت دفيته غير شويه باش ما كيتهرسوليش داك الرغيفات. الا درت العسل قاصح كيتهرسوا ليا دوك الرغيفات حيت هشاشين بزاف بزاف. صافي هنايا العسل دفيته، غادي نحط فيه الرغيفات ديالي وغادي ندوزهم يتصفاو حتى كدوز واحد 10 دقائق هما في العسل، عاد كندوزوهم للصفاي باش كيتشربوا مزيان داك العسل. وما شاء الله غير كتحطيهم كيتشربوا مزيان، حيت كيكونوا الوريقه على اختها وكيجيو يا سلام صراحه. غير جربوهم بعينيكم مغمضين، كيجيو المذاق ديالهم واللذه ديالهم يا سلام. صافي هنايا من بعد ما دازت واحد 10 دقائق وهما في العسل، على ما كيتقلى ليا القليه الثانيه غادي ندوزهم للصفاي وندير القليه الثانيه. العسل ضروري خصها تكون دافيه، يعني ضروري تدفيو العسل ديالكم عاد ديروا الرغيفات، يعني كيتشد فيهم العسل وما كيتهرسوش. صافي هنايا كنبقى مستمره حتى كنكمل القلي ديالي كامل. وهنايا كندوز نزينهم. انا هنايا زينتهم بكاوكاو اللي غير هرمشتو شويه هكا في الهاشوار، وزينت به. ممكن تزينوا بالزنجلان، ممكن تزينوا بلوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي، الزنجلان الابيض، اي نوع ديال التزيين كيجي معاهم زوين وانيق. صراحه كيجيو لذاذين بزاف، كيجيو بنانين، بنتهم يا سلام، وفي نفس الوقت كيجيو هشاشين كيدوبوا في اليد قبل الفم، كيجيو مقرمشين بزاف. كيف ما قلت لكم تبعوا الطريقه راه هاي صدقوا لكم 100%. النار ما تكونش مرتفعه،
الاسرار ديال الطياب ديال الرغيفات، النار ما تكونش مرتفعه وما تورقوش بالدقيق، راهم غيجيوكم يا سلام. هنايا بغيت نسمعكم التقرميشه ديالهم، ولكن عندي صداع في الدار، ما قدرش نسمع لكم التقرميشه ديالهم، ولكن صدقوني راه كيجيو فنين بزاف ورائعين. تزينوا بهم الطبيله ديالكم ديال الفطور. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنقول لكم مع السلامه، وما تنسيليش هذاك اللايك، الله يجعلها في ميزان حسناتك.